السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير، الله يمسيكم بالخير، الله يشرح صدوركم وييسر أموركم. في سالفة عجلة وسريعة ولها أبعاد. قصة سمعتها أو قرأتها قديمة، عاد ما أدري بطلها أمريكي أو إنجليزي، المهم غربي. هذا الرجل أصيب بمرض السرطان، نسأل الله أن يحمانا وإياكم ويحمى أمة محمد من كل شر. أصيب في السرطان وقام يراجع في المستشفيات عند الدكاترة، ويراجع ويراجع ويراجع، وطال المرض فيه. يوم راجعها كالمرة قال الدكتور: يا جورج. قالوا: ايش تقول؟ قال: لا عاد تجينا. قال: وراه؟ قال: خلاص ما عاد 6 أشهر 7 أشهر وانت مروح ميت. وهذا منظور طبي، أما الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، ونحن نؤمن بذلك، أن الأعمار بيد الله. كم واحد قالوا أنك موات وعاش سنين ودفن ناس واجد، ولكن هذا منظور طبي. قال الرجال تراك ميت، ما عاد ميت، ما يرسن عمرك وشوف وش عليك وش ما عليك. طلع الرجال من المستشفى ضايق صدره، ويروح البيت. يوم دخل بيته لو والله وجهه ما بزين. قالت الحرمة: يا ابو ميري، وش فيك؟ وجهك ما هو بزين. قال: هذا ما قال الطبيب. ويتحزن ويضيق صدرها على رجالها، لأنه بيموت في منظورهم، والعلم بيد الله سبحانه وتعالى. الرجل خذ له يومين ثلاثة، قام يفكر. قال: يا ولد، ما دام اني ميت ميت و6 أشهر، أبى استمتع بها6 أشهر بقدر ما أستطيع. أباكل على كيفي وأشرب وأمارس كل الذي أريد بها6 أشهر، ما دام اني ميت، خل استمتع بباقي حياتي. قام يجلبها يمين يسار، وش كيف استمتع كيف استمتع. وتجي فكرة الجولة حول العالم في الباخرة. قال: أجل، أبقى تذكرة وبسافر مع أول باخرة تدور حول العالم، وبستمتع، ولا جاني الموت ينطلوني في البحر. قال حرمته: يا حرمة. قالت: وش تقول؟ قال: أنا قررت آخذ لفة على العالم. قالت: يا رجال أنت مسخن، خليك عندنا نديونك لين تموت. قال: لا، أبى استمتع بقدر المستطاع بوقتي. يا ابن الحلال، قال: هاللي توحين. ويتجمع عفشه ويروح الرجال مع الباخرة، ويقعد يستمتع، يتفرج على غروب الشمس، على شروق الشمس، على البحر، على الأسماك. المهم استمتع بقدر ما يستطيع، وأكل وشرب ومارس الرياضة. يوم خذ له شهر إلى والله صحته هزين من الشهر اللي قبله. يوم خذ شهر ثاني إلى والله هزين. يوم خذ ثالث إلى والله هزين. يوم تم 6 أشهر تقعد تبكي الحرمة في بيتها، تقول: الله المستعان. لولا راح جورج، مات جورج. جورج ما مات، كل ما صحته وتحسن لين صارت صحته 100% ما شاء الله. المهم مر 6 أشهر، مر 7 أشهر، مر 8 أشهر، للرجال ما عنده خلاف إلى صحته كاملة مرة، والكامل وجه الله سبحانه وتعالى. عود من حيث بدأ، ويروح البيت. يوم درت الحرمة إلى الباب يطق. من؟ قال: جورج. جورج مات، فني وفنيت عظامه ما بيمنى. قال: افتحي افتحي. يوم فتحت له والله انه زوجها جورج. انت ما مت؟ قال: لو اني ميت ما جيت، لكني طبت والحمد لله. فهذا يعني نستدل على ذلك ان الاعمار بيد الله سبحانه وتعالى. الطبيب يرى علامات ويرى امور ويبني عليها، اما الموت والحياة بيد الله سبحانه وتعالى. نحن نرى ناس مصابين في السرطان. أنا رأيت مجموعة من الناس مصابين في السرطان، والله ما ندري أنهم مصابين في السرطان لين يعلمك، لأنه طبيعي جدا يمارس حياته بجدية وبتلقائية، وكأنه أصح الأصحاء ما شاء الله عليهم. وهذه قوة نفس، قوة إيمان قبل كل شيء.
بينما في المقابل نرى واحد مزكوم ولا جاي عليه حرارة طايح وتيون سنه بيموت هالحين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وإياكم برحمته. فلا بد أن نؤمن أن الأعمار بيد الله، وأن الموت مكتوب وقت محدد لن تتقدم ولن تتأخر عنه. نمارس حياتنا بتلقائية وبتفاؤل، ونبتعد عن المتشائمين وعن التشاؤم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.